wanna die. Suicide knows right here by my side, baby, I just wanna die. I'm Byron the Jackson. شكرا أحبتي من القلب على كل التعليقات الرائعة على آخر فيديو، و5 تعليقات التي فازت في الفيديو السابق سأعرضها عليكم الآن. تبدأ أحداث مسلسلنا ببطلة الدراما والتي تدعى تشايونغ، والتي تم تبنيها عندما كانت طفلة صغيرة من دار الأيتام التي كاد أن يحترق. تخبرها المرأة التي تبنتها أنها قد أنقذت حياتها وجعلتها تدرس في أرقى الجامعات، وأنها ربتها بنفس الطريقة التي ربت فيها ابنتها الحقيقية، ولم تميز أبدا بينهما، وأنه الآن قد حان الوقت لكي ترد لها الجميل، فتطلب منها أن تتزوج بلوجين، وهو شاب وسيم ذكي ولكنه معاق، ينتمي إلى عائلة غنية جدا، كما أنه الحفيد الأول، والذي كان من المفترض أن يتزوج هذا الشاب بشقيقة تشايونغ، ولكن شقيقة تشايونغ رفضت أن تتزوج به، وذلك لأنه معاق. فأقحمت تشايونغ في هذه الورطة، وجعلت والدتها تقنعها بأن تتزوج هي بدلا عنها. تخبرها والدتها أن عليها أن تقبل بهذا الزواج. تقول تشايونغ لوالدتها أنها لا تستطيع أن تقبل هذا الزواج لأن عائلة لو أغنياء جدا، ماذا إذا اكتشفوا الحقيقة وأنني لست الزوجة التي اختارها الجد للوجين. تغضب الوالدة كثيرا وتخبر تشايونغ أنها إذا لم توافق على هذا الزواج فلتنسى أمر أنها ستعالج جدتها المريضة التي ترقد في المستشفى، وأن المرأة التي تبنت تشايونغ هي التي كانت مسؤولة عن علاجها طوال السنين الماضية. تقرر تشايونغ أن تقبل بهذا الزواج لكي ترد الدين وتنقذ جدتها في نفس الوقت. بعدها تخبر والدة تشايونغ التي تبنتها تشايونغ أن عائلة لوجين ثرية جدا ستعيش حياة سعيدة برفقتهم، وتخبرها أنها إذا لم تخبر أي أحد بأمر تبديل الزواج فلا أحد سيعرف ولن تحدث أي مشكلة. ذهبوا إلى لوجين، والذي يكون هو اليوم الذي من المفترض أن يتزوج به بتشايونغ، ولكن تشايونغ تتأخر عليه. يأتي ابن عم لوجين إلى لوجين ويخبره أين العروس، أعتقد أنها قد هربت. تخبر حبيبة ابن عم لوجين أعتقد أن العروس قد هربت أيضا فور أن عرفت أنك لا تستطيع السير. بعدها ينحني ابن عمه للوجين ويخبره أعتقد أن عليك أن تذهب لترتاح وأن تعطيني وتسلمني أمور إدارة الشركة، فحالتك الصحية لا تسمح لك أبدا بإدارتها في الوقت الراهن. يغضب لوجين كثيرا ولكنه يسيطر على نفسه ويخبر ابن عمه إذا انتهيت من حديثك غادر فورا. تخبره صديقة ابن عمه أنت وسيم جدا لوجين، ولكن هذا لن يدفع أبدا أي فتاة لتتزوج بك. فجأة تدخل تشايونغ والتي تخبرهم أنها هي تقبل الزواج به. بعدها تعتذر من لوجين وتخبره أن الطريق كان مزدحما كثيرا لذلك قد تأخرت على الزفاف. فور أن ترى تشايونغ لوجين تخبر نفسها أن هذا الشاب وسيم جدا ولكنه معاق، هذا السبب الذي دفع بشقيقتي ألا تقبل أبدا بهذا الزواج. ينصدم ابن عم لوجين عندما يرى تشايونغ ويعرف أنها فتاة جميلة جدا، ويكون يشعر بالغيرة من ابن عمه لوجين كيف تزوج فتاة بهذا الجمال. فيحاول أن يجرح لوجين ويخبره لم أكن أعتقد أبدا أن هناك فتاة جميلة بهذا الجمال تقبل أن تتزوج بك، أعتقد أن الجد قد أعطى الكثير من المال لعائلتها. عندما تسمع تشايونغ هذا الكلام تخبر نفسها أن هذا هو القتال الداخلي بين العائلات الثرية، أعتقد حقا أنني لن أعيش أي يوم جميل في تلك العائلة. فتخبر ابن عم لوجين أن اليوم هو يوم سعيد بالنسبة لهما، لذلك عليه أن يكون حذرا في انتقاء كلامه. فيعرف عن نفسه ويخبرها أنه ابن عم لوجين، والآن بما أنها ستكون زوجته فهما ينتميان إلى نفس العائلة. ويخبرها أنه في الماضي عندما تعرض لوجين إلى حادث سير كان حزينا جدا ولم يكن يتوقع أن لوجين سيعيش حياة سعيدة، ولكن الآن بعد أن قبل بهذا الزواج ما عليه سوى أن يتمنى له بالسعادة. تخبره تشايونغ أعتقد حقا أنك لا تتمنى السعادة له بسبب حديثك هذا وكلامك الجارح. الأشخاص الذين ينتمون إلى العائلات الغنية دائما ما تكون تصرفاتهم نبيلة، وهذا الكلام لا ينطبق عليك أبدا. يعجب لوجين كثيرا بشخصية تشايونغ القوية والتي استطاعت أن تواجه ابن عمه من أول لقاء. نعرف أن الفتاة التي كانت برفقة تشايونغ تكون حبيبة لوجين والتي تركته بعد أن تعرض إلى حادث وأصبحت صديقة ابن عمه.
كانت تحاول تلك الفتاة أن تهين تشايونغ، وتخبر لوجين أن السبب الذي دفع بتشايونغ على الزواج به هو المال فقط. تقاطع تشايونغ لوجين والذي كان يريد أن يدافع عنها، وتخبر الفتاة: على الأقل أنا لست مثلك، لم أتخلى عنه عندما تعرض إلى حادث. الشخص الذي أحبه سأنهي حياتي معه مهما كلفني الأمر. لن أخونه مع ابن عمه وأكون دائما بجواره أحاول أن أستفزه. أنت حقا فتاة سيئة جدا. تغضب تلك الفتاة كثيرا وكانت تحاول أن تضرب تشايونغ، ولكن لوجين منعها وأخبرها أنها لو تقدمت نحوها خطوة ثانية فإنه سيطردها هي وكل عائلتها من البلاد، ولن تحلم للدخول إليها مجددا. لذلك غادرت بسرعة هي وابن عمه. تشكر تشايونغ لوجين على حمايتها. لاحقا تذهب تشايونغ برفقة لوجين إلى القصر. تدخل تشايونغ إلى غرفة لوجين، ولوجين يكون برفقة مساعده الشخصي. تخبر تشايونغ نفسها أنها سعيدة لأن لوجين لم يكتشف بعد أنها هي الزوجة المزيفة له. تعثر تشايونغ على صورة للوجين قبل أن يتعرض إلى حادث، فتنظر إليها وتخبر نفسها أن ذلك الشاب لا يزال جميلا لحد الساعة، خسارة أن شابا بوسامته لا يستطيع السير. فجأة يدخل عليها لوجين ويسألها: ماذا تفعلين؟ تتوتر كثيرا وترمي الصورة. بعدها تخبره أنها كانت تنظر إلى صوره القديمة، فلقد كان وسيما جدا ولم يتغير أبدا. يسألها لوجين: لماذا لم تتنمري أيضا على ساقي مثل ما فعل ابن عمي وصديقتي القديمة؟ تخبره تشايونغ: ولماذا علي أن أفعل ذلك؟ أنا متأكدة أنك بطريقة ما تستطيع أن تسير، إنك تنتمي إلى عائلة غنية جدا والطب تطور أيضا. يخبرها لوجين أنه قد ذهب إلى أطباء كثر، ولكنهم أخبروه أن معدل استعادته للسير ضئيل جدا. تخبره تشايونغ أن أحوال الناس تتغير بمرور الوقت، ربما للأحسن وربما للأسوأ أيضا، عليه أن يكون متفائلا. يخبرها لوجين أنه معجب ببلاغتها في الكلام، ويسألها لماذا كذبت عليه اليوم، وأخبرته أن الطريق كان مزدحما، ويسألها: هل كنت تنوين الهروب من هذا الزواج؟ تخبره تشايونغ: لو أنني كنت أريد أن أهرب لما كنت معك الآن. يخبرها: لقد تزوجت بي فقط من أجل المال ولكي تنقذي ثروة عائلتك، أليس هذا صحيحا؟ أم أنك تخططين بعد أن أموت سترثين كل الممتلكات؟ ما هو هدفك الرئيسي؟ عليك أن تكوني صريحة بالتعامل معي. تخبره تشايونغ أن الوقت قد تأخر وأن عليهما أن يذهبا للنوم. ستغادر هذه الغرفة وتنام في الغرفة المجاورة. يخبرها لوجين: هل أنت مجنونة؟ هل تريدينني أن أصبح أضحكة عند عائلة لو غدا؟ عليك أن تنامي في نفس هذه الغرفة. تخبره تشايونغ أنها لا تمتلك أي ملابس. يخبرها لوجين أنها إذا كانت تريد أن ترتدي ملابسه فهو لا يمتلك أي مانع، ويخبرها أنه غدا سيأخذها إلى مركز التسوق لتشتري كل ما تريده. وبالفعل يذهب لوجين برفقة تشايونغ إلى المركز، وهناك تكون العاملة وقحة جدا في التعامل مع تشايونغ ولوجين، وذلك لأنها رأت لوجين على كرسي متحرك. فبدأت بإهانة لوجين وأخبرته أن هذا المكان لا يدخله الأشخاص الفقراء، وهي لا تعرف أبدا بأن لوجين هو صاحب هذا المتنزه بكامله، بل هو فقط فرع من كل ممتلكات عائلة لوجين. طلب لوجين من تشايونغ ألا ترد أبدا على هذه العاملة وأن تختار أي ملابس تريدها، وكلما تأتي تشايونغ لتأخذ ملابس تأتي العاملة وتأخذها منها. تزداد وقاحة العاملة جدا مع تشايونغ، وتخبرها أن الأشخاص الفقراء دائما ما يأتون إلى هذا المتجر ليأخذوا الصور فقط، وأنا أراهن أنك لا تمتلكين حق فستان واحد من هذه الفساتين. بعدها يعطيها لوجين بطاقته الائتمانية ويخبرها أنه يريد كل المتجر. تنصدم العاملة كثيرا وتخبره أنها لن تصدق أبدا أنه يستطيع شراء ولو قطعة واحدة. تأخذ البطاقة، والبطاقة لوجين لا تعمل لديها، فتقوم برميها على وجه تشايونغ، وتخبرهما أن يتوقفا عن العبث في المكان وأن يغادرا فورا، فهذا المكان ليس مخصصا أبدا لأشخاص أمثالهم. فجأة يأتي مدير هذا المتجر، والذي فور أن يرى تشايونغ ومعاملة العاملة يغضب كثيرا، فيقوم بصفعها ويعتذر من لوجين ويخبره: أنا آسف جدا سيد لو، لم أكن أعرف أبدا أنك هنا. يخبره لوجين ما نوع هذه الضيافة التي تمتلكونها في المحل.
هل هكذا تعاملون الزبائن؟ يغضب المدير كثيرا فيقوم بطرد تلك العاملة. تتوسل العاملة إلى لوجين وتخبره أنها آسفة جدا على تعاملها السيء معه، وأن يسامحها وأن يطلب من المدير ألا يطردها. لن تكرر فعلتها مجددا مع أي شخص وستكون متواضعة. تطلب تشايونغ من لوجين أن يسامحها هذه المرة، وذلك لأنها اعتذرت. بعدها يخبر لوجين المدير ألا يطردها، وذلك فقط من أجل زوجته تشايونغ. تخبر العاملة تشايونغ أنك امرأة لطيفة جدا، لا تستحقين أبدا أن تعاملي بطريقة سيئة. بعدها تأتي باستدفاء عمة لوجين، والتي تكون تكره لوجين كثيرا، وذلك لأن والدها قد أعطاه كل الممتلكات وجعله الوريث الوحيد للعائلة. تطلب من الخادمة أن تعطيها كل الملابس الموجودين في المتجر، ولكن الخادمة تخبرها أن السيد لوجين قد أخذها كلها. ينشأ شجار طفيف بين لوجين وعمته، حيث أن عمته ستخبره أنه يستحق أن يكون معاقا، وتخبره أنها لا تعرف أبدا السبب الذي دفع بوالدها لأن يحبه كثيرا لهذه الدرجة. تتدخل تشايونغ وتخبرها على الرغم من أن لوجين لا يستطيع السير ومعاق، ولكنه ليس معاقا في قلبه مثلك. أنت لا تمتلكين أي تعاطف مع أفراد عائلتك. تغضب العمة كثيرا وكانت تريد أن تضرب تشايونغ، ولكن لوجين منعها وكاد أن يسير. ونعرف أن لوجين ربما يستطيع أن يسير ويخفي أمرا ما مهما جدا على العائلة، ولكن العمة لم تلاحظ أبدا ذلك، وأخبرها أنها إذا لم تغادر المتجر حالا سيتصل بالجد ويخبره ماذا فعلت لكي يطردها من العائلة، ولن يجعلها تدخل إليها مجددا، ولن تحلم بأي ممتلكات أو ميراث. تغادر العمة وتكون غاضبة جدا. تسأل تشايونغ لوجين لماذا تعاملك بهذه الطريقة. يخبرها لوجين قبل أن أتعرض إلى الحادث وكنت أسير، كانت تخبرني دائما أنني مثل ابنها، ولكنها الآن تصرفاتها كلها قد انقلبت. تخبر تشايونغ نفسها أن لوجين أيضا قد عانى مثلها وكثيرا أيضا، وأن هذا هو السبب الذي جعل منه شخصا بارد القلب ولا يمتلك أي تعبير. لاحقا يذهب لوجين برفقة تشايونغ لكي يلتقوا بالجد، وهناك يسأل الجد تشايونغ ما إذا كانت سعيدة في عائلته. تخبره تشايونغ أجل، ولم تكن تريد أن تخبره على أي شيء لأن لوجين لم يتحدث، وأخبرت نفسها أن هذه المواضيع هي مواضيع عائلية لا يمكنها أن تتدخل به، فهي ليست الزوجة الحقيقية على كل حال للوجين. يطلب الجد من تشايونغ أن تعتني بلوجين. تخبره تشايونغ أنها تفعل ذلك. بعدها يغادران. يخبر ابن عم لوجين الجد أن تشايونغ هي فتاة فقيرة، لماذا أخبرها أن عليها أن تتزوج من ابن عمه. يخبره الجد أنه يعرف معادن الأشخاص، لذلك قد اختارها أن تكون زوجة حفيده المدلل. لاحقا تخبر تشايونغ لوجين أنها قد اشترت الكثير من الكتب والتي ستساعدها في تدليك قدميه. ينصدم لوجين كثيرا ويخبرها لماذا تريدين أن تدلكي قدمي. تخبره تشايونغ أنها منذ قدومها كل أفراد العائلة يتنمرون عليه، وذلك بسبب عدم قدرته على السير، وتخبره أنها تعرف بالفعل أنه غير مهتم أبدا بكلامهم، ولكنها لا يمكنها أن تتحمل أبدا أن يتنمر أحد ما على زوجها، فلقد تنمروا عليها عندما كانت في منزلها من قبل، لذلك لا تريد أن تعيش الوضع مرتين. وتخبره أنها مهما كانت حالته فستبقى بجانبه دائما. لاحقا يأتي المساعد الشخصي للوجين ويعطيه ورقة. عندما ينظر لوجين إليها يجد صورة تشايونغ ولكن باسم آخر، فيطلب من مساعده الشخصي أن يبحث في خلفية هذا التقرير، ويطلب منه أن يترك هذا الأمر سرا بينهما وألا يطلع الجد عليه أبدا. لاحقا يذهب لوجين برفقة تشايونغ إلى معرض المجوهرات والذي يقام في الشركة، وهناك يلتقي بابن عمه وبرفقة صديقته القديمة. يتم عرض قلادة نجمة القمر والتي تحبها تشايونغ كثيرا، وعندما يراها لوجين يقرر أن يشتريها لها، ولكن ابن عمه يتنافس معه عليها لأن حبيبته أيضا تريدها، فيصبح كل الموجودين في المزاد يزايدون عليها بقيم كبيرة جدا من المبالغ المالية، حتى يصل سعر تلك القلادة إلى ثمن لا يصدق أبدا. يقرر لوجين أن يشتريها ولكن تشايونغ تمنعه، ويكون أكثر شخص وضع الكثير من المال عليها هو ابن عمه ويشتريها بالفعل.
تهمس تشا يونغ للوجين أنها ستريه عرضا رائعا. بعدها يخبرهم المقدم أنه سيعرض الشخص الذي صمم هذه القلادة، فينادي على تشا يونغ. ينصدم الجميع ومن بينهم لوجين، ويخبر نفسه كم من الأسرار التي تخفيها هذه الفتاة يا ترى. يدرك الجميع أن تشا يونغ هي جونا، الفتاة المشهورة التي تصمم القلادات والتي لم تظهر وجهها أبدا. ينصدم ابن عم لوجين ويخبر صديقته أنه لم يكن يدرك أبدا أن تشا يونغ هي الفتاة المشهورة التي لم يرها أحد من قبل، ويصبح يتساءل في نفسه لماذا قبلت على الزواج من لوجين إذن؟ إن لو كان هدفها المال فهي ستصبح ثرية جدا من تصميم القلادات لأنها تمتلك إبداعا رائعا. يقف ابن عم لوجين ويخبر الجميع أنه لم يكن يدرك أن زوجة شقيقه تكون مصممة مجوهرات معروفة، ويخبرها أنه قد استهان بها في البداية، لم يكن يدرك أبدا حقيقتها. تعتذر تشا يونغ من لوجين وتخبره أنها آسفة جدا لأنها لم تخبره أبدا عن هذا الموضوع من قبل لأن الفرصة لم تتاح لهم. يخبرها لوجين لا بأس بذلك، ولكن لا تخفي علي الأسرار في المرة القادمة. تخبر صديقة لوجين نفسها: أعتقد أنني قد تسرعت كثيرا، ما كان علي أن أترك لوجين لأن ابن عمه لن يحصل أبدا على الميراث، بما أن الجد لا يحبه ويحب لوجين كثيرا. فتقرر أن تعثر على طريقة لكي تقترب مجددا من لوجين وأن تستعيد حبه لها، وفي نفس الوقت أن تبعد تشا يونغ عنه وأن تجعلها تكرهه. تلتقي صديقة لوجين القديمة مع تشا يونغ وينشأ شجار كبير بينهما، حيث أن صديقة لوجين ستحاول أن تبعد تشا يونغ عن لوجين، ولكن تشا يونغ تخبرها أنها لن تبتعد عنه أبدا وأنها ستكون بجانبه ولن تتخلى عنه مثل ما فعلت هي. تخبرها صديقة لوجين أنها ستكون منافسة قوية لها. تقول لها تشا يونغ أنها لن تتنافس معها أبدا لأنها بالفعل قد تزوجت من لوجين، لذلك ليست هناك أي منافسة. وتخبرها أن تبتعد عن لوجين وألا تؤذيه مجددا، فلن تسمح لها بفعل ذلك. تخبرها صديقة لوجين: هل تعتقدين بعد أن تزوجت باللوجين أنك قد حصلت على مكانة في العائلة؟ كلا، فهذا مجرد حلم فقط لك. تخبرها تشا يونغ: على الأقل أنا قد تزوجت به. أنصحك أن تبتعدي وأن تفكري في نفسك وكرامتك، لا تأتي أبدا لحياة لوجين لأنه متزوج الآن. إلا أن صديقة لوجين القديمة تكون مصرة على دخول حياة لوجين مجددا. تغضب حبيبة لوجين القديمة كثيرا من كلام تشا يونغ، فكانت تحاول أن تصفعها، إلا أن لوجين قد تدخل وأمرها أن تتوقف حالا. بعدها فور أن رأته ذهبت بسرعة إليه واعتذرت منه وأخبرته أنها آسفة جدا لأنها تركته في الماضي وأنها تريد أن تعود إليه مجددا. ينصدم لوجين كثيرا من كلامها ويدرك أنها كانت تحاول أن تعود له فقط من أجل ممتلكاته، فيرفض أن يعود لها ويخبرها أن تبتعد عن تشا يونغ. تخبره أنها في الماضي كانت مصدومة كثيرا عندما تعرض إلى حادث فلم تكن تعرف ماذا تفعل، وعندما عرض عليها ابن عمه أن تكون معه وافقت مكرهة، ولكنه ظل الشخص الوحيد الذي موجودا في قلبها. أخبرته أنها لم تتوقف أبدا عن حبه، بل كانت برفقة ابن عمه مجبرة فقط. تتدخل تشا يونغ وتخبرها: لو كنت تحبينه حقا لما تركته في الوقت الذي كان بحاجة إليك فيه بشدة. تخبرها حبيبة لوجين القديمة أن تسكت وألا تدخل نفسها في أمور لا تعنيها، فهذا الأمر بينها وبين لوجين فقط. يخبرها لوجين أن يحق لتشا يونغ أن تتدخل لأنها زوجتي. بعدها يطلب من المساعد أن يخرج هذه الفتاة فورا من هذا المرض. تقوم بترجيه وتخبره أنها كانت مجبرة، ولكنه لا يصغي لها أبدا. في نفس الوقت يكون ابن عمه يراقب الوضع ويصبح يكره لوجين كثيرا. تعود تشا يونغ برفقة لوجين إلى القصر، وهناك يعطيها لوجين سوار والدته ويخبرها أن هذا السوار هو إرث للعائلة. ترفض تشا يونغ أن تأخذه وتخبره أن هذا السوار غالي كثيرا، كما أنه لديه مكانة في العائلة لا يمكنها أن تأخذه أبدا. فيخبرها: لماذا ترفضينه؟ ألست الآن زوجتي وهذا هو حقك؟ تخبره تشا يونغ: لماذا أنت لطيف جدا في التعامل معي؟ يخبرها لوجين: نحن متزوجون بالفعل وأنا مسؤول عنك، لذلك فهذه المعاملة هي حقك أيضا مثل هذا السوار. تخبره تشا يونغ أنها ستكون بجواره دائما حتى في المستقبل. إذا لم يشفى من قدميه لن تتركه أبدا، بل ستكون قدميه وستذهب معه إلى أي مكان يريده.
يخبرها لوجين أنه لن يطلب منها أبدا أمورا لا تريدها، فقط يريد منها ألا تخونه أبدا وألا تخفي عنه أي شيء، لأنه لطالما كره الخيانة. بعدها تتذكر تشايونغ كلام المرأة التي تبنتها عندما أخبرتها ألا تخبر أحدا عن السر. تراجعت تشايونغ عن إخبار لوجين أنها ليست زوجته الحقيقية. في اليوم التالي يأتي مساعد لوجين الشخصي والذي أتى له بتقرير مفصل عن تشايونغ وأنها ليست زوجته. ينصدم لوجين كثيرا فيطلب من المساعد أن يرسل في طلب تشايونغ. عندما تأتي إليه تشايونغ يعطيها التقرير ويخبرها: أنت لست زوجتي الحقيقية، أنت حتى لست ابنة العائلة التي من المفترض أن أتزوج ابنتهم. ويخبرها أن تشرح له الأمر. تخبره تشايونغ أن الوالدة هي التي أجبرتها على فعل ذلك، كما أنها هددتها بجدتها التي ترقد في المستشفى إذا لم توافق فإنها ستنهي حياتها. ولأنها تحب الجدة كثيرا قررت أن تفعل ذلك. لا يصدقها لوجين أبدا لأنه قد تم خداعه من قبل. ويخبرها أننا في وقت لا يمكن أبدا أن يتم إجبار أي فتاة على الزواج لو أنك لم توافقي بإرادتك لما حدث ذلك. ويخبرها أن هناك أمرا تخفيه عليه. يأتي اتصال إلى مساعد لوجين. بعدها يخبر لوجين أن عليه أن يذهب إلى الشركة لأن ابن عمه يحاول أن يجمع رؤساء الإدارة لكي يأخذوا منصبه، لذلك عليه أن يذهب إلى الاجتماع فورا. بعدها يأتيه اتصال آخر ويخبره أن هناك حالة فوضى في المجمع الجديد الذي بنوه. يخبر المساعد لوجين أنه يريد أن يذهب إلى هناك، ولكن مع من سيذهب لوجين إلى الشركة؟ تخبره تشايونغ أنها ستذهب برفقته وستعتني به. يرفض لوجين ذلك، ولكن تشايونغ تخبره أنني ما زلت زوجتك على كل حال ولا أحد يعرف أنني لست الزوجة الحقيقية. نعود إلى الشركة حيث نرى أن ابن عم لوجين والذي يكون برفقة الجد ويحاول إقناعه بأن ينحي لوجين عن منصبه، ويخبره أن حالة لوجين الصحية لا تسمح له أبدا بإدارة الشركة، كما أن الشركة تمر بوضع صعب جدا ولوجين لا يمكنه أن يتواجد هناك طوال الوقت. يخبره الجد أنه ليس موافقا أبدا على تنحي لوجين، ويخبره أنه لا يمتلك أبدا نصف خبرته. يكاد ابن عم لوجين أن يقنع الجد، ولكن فجأة يدخل لوجين إلى هناك ويسأل الجد ماذا يحدث هنا. يخبره الجد أن ابن عمك يريد أن يصبح الرئيس التنفيذي وأنا أؤيده. بعد أن تعرضت إلى حادث أصبحت حالتك الصحية سيئة نوعا ما وأنا أريد منك أن ترتاح فقط. يخبر لوجين ابن عمه: تريد أن تصبح رئيسا لمجلس الإدارة وأنت حتى لا تعرف كيف تتحدث مع الرؤساء. هل درست الاقتصاد وهل تعرف كيف تستطيع أن تخرج الشركة من مأزقها المالي؟ جميعنا نعرف ماذا كنت تفعل في الجامعة، كان كل همك هو المال والمتعة والأكل فقط. يخبر لوجين الجد: هل تتذكر آخر مشروع قد أعطيته له؟ لقد خسر الكثير من الملايير الدولارات وهذا كبد الشركة الكثير من العناء. يخبر ابن عم لوجين أن هذا قد حدث في الماضي، ولكنه الآن قد تدرب جيدا ويستطيع أن يدير أعمال الشركة، وأن كل ما عليه هو إعطائه فرصة واحدة فقط ليثبت نفسه. ترى تشايونغ أن ابن عم لوجين فقط يحاول أن يجعل الجد يوافق بأي طريقة ممكنة، فتخبر الجد أن الشركة في وضع صعب جدا لا يمكنهم أن يجربوا بملايير الدولارات، وأن أنسب حل في الوقت الراهن هو أن يتعلم ابن عم لوجين من لوجين إدارة الشركة. بعدها في المستقبل يمكنهما أن يتنافسان على مجلس الإدارة والذي يكون رئيسه. يقرر الجد ألا يتخذ هذا القرار بمفرده، ويخبر المساعد أن يجمع مجلس الإدارة لكي يقرروهم. وهناك يقرر مجلس الإدارة أن الشخص الذي يضع خطة لكي يخرج الشركة من الورطة هو الذي يمكنه أن يكون الرئيس، فيطلبون من لوجين وابن عمه أن يخبروهم بمشروع جديد. وبالفعل يكون ابن عم لوجين قد خطط للأمر ووضع مشروعا لكي يقترحه على مجلس الإدارة، إلا أن لوجين لم يكن يضع أي مشروع لأنه لم يكن يعرف أبدا بهذا الاجتماع لأنه قد عقد فجأة. بعدها عندما ترى تشايونغ أن لوجين في موقف صعب جدا تتدخل وتخبر الجد أن لوجين قد نسي مشروعه في المنزل وهي التي قرأته، وتعطيه مشروعا رائعا جدا والذي من خلال تطبيقه ستخرج الشركة في غضون 3 أشهر من أزمتها المالية. يقرر مجلس الإدارة ألا ينحوا أبدا لوجين عن منصبه وأنه يستحق أن يكون الرئيس. بعدها يكون لوجين منصدما كثيرا من تشايونغ
لأنه لم يكن يتوقع أبدا أن تكون لديها خبرة في إدارة الأعمال. يغضب ابن عم لو جين كثيرا لأن تشايونغ قد تدخلت ونحته من أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة، ويخبر الجد أن هذه الفتاة ليست تشايونغ الحقيقية وليست ابنة عائلة لي، بل هي فقط ابنة بالتبني لهم. ينصدم الجد كثيرا ويسأل تشايونغ هل هذه هي الحقيقة؟ تخبره تشايونغ أجل، لا يمكنها أبدا أن تنفي الأمر. يغضب الجد كثيرا ويخبر لو جين أنه لن يترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، وسيجعل عائلة تشايونغ تدفع الثمن لخداعهم هذا. يخبره لو جين لا بأس، لأنه كان يعرف أن تشايونغ ليست زوجته الحقيقية منذ البداية، وهو استمر في هذا الزواج. ويخبره ألا يقحم أبدا عائلة تشايونغ في هذه الأمور، وأنه موافق على الزواج من هذه الفتاة مهما كانت هويتها. يحاول ابن عم لو جين أن يجعل الجد يكره تشايونغ كثيرا، وذلك ليجعل الخلاف بينه وبين لو جين. إلا أن لو جين قد جهز له أمرا مهما. فجأة يدخل رجل إلى الاجتماع والذي يكون غاضبا جدا من ابن عم لو جين، ويخبره أنه بسببه ابنته الآن ترقد في المستشفى، وذلك لأنه قد تم بناء مركز للملاهي، وهذا المركز لم يكن أبدا مبنيا بشكل جيد. فالمعدات كانت منتهية الصلاحية، ولكن على الرغم من علمه بذلك فلقد استمر بفعل المشروع. كان يحاول ابن عم لو جين أن يخبر الجد أنه لم يفعل ذلك. بعدها تتدخل تشايونغ وتخبره أن يري للجد بيانات بناء ذلك المتنزه. يوافقها لو جين الرأي، فيقرر ابن عمه أن يفعل ذلك، وفور أن يرى الجد البيانات ينصدم كثيرا ويدرك أن هذا الحفيد غبي جدا، وأنه لو سلمه موضوع إدارة الشركة فسينتهي أمرها في غضون يومين فقط. يقرر الجد قراره النهائي، وهو أن يجعل لو جين هو الذي يدير الشركة. بعدها يغضب ابن عمه كثيرا ويحاول أن يهين لو جين، ويخبره كيف يمكن أن يكون رئيس الشركة شخصا معاق. ويخبر الجد أن قراره غير صائب أبدا بشأن تشايونغ لأنها قد كذبت عليه. ويخبر الجد أنه لم يحبه أبدا منذ أن كان طفلا صغيرا. بعدها تتدخل تشايونغ وتخبره أن يحترم الجد قليلا. يغضب كثيرا منها ويخبرها أنت سيكون حسابك لاحقا، لن أسكت أبدا على ما فعلته بي اليوم وسأجعلك تدفعين الثمن. يغضب لو جين ويخبره كيف تجرؤ على أن تهدد زوجتي أمامي؟ لو تجرأت على فعل أي شيء أعدك أنك لن تطأ قدميك باب الشركة مجددا. يغضب الجد منه ويخبره أن ينصرف وأن يخرج من هذا الاجتماع، ولكنه يرفض أن يفعل ذلك ويصبح يتناقش مع الجد بجدية كبيرة جدا. بعدها يلقي باللوم على تشايونغ. يخبره لو جين أنه قد سكت عليه كثيرا، وأنه الآن قرر أن يفضح كل شيء، فيطلب من مساعده أن يعطي الصور إلى الجد. وهناك يكتشف الجد أن ابن عم لو جين هو الذي سبب له في الحادث قبل سنوات وجعله لا يستطيع السير، كما أنه قد تآمر مع الشركة المنافسة لكي يوقعوا بشركة الجد. يغضب الجد كثيرا ويخبره أنه سيعزله من المنصب ولن يأخذ أي ميراث للعائلة. ينهار ابن عم لو جين كثيرا لأنه قد خسر كل شيء، ويلقي باللوم على تشايونغ لأنها هي التي فضحته في البداية، وكان يحاول أن يتخلص منها، ولكن لو جين يتلقى الضرب بدلا منها. ينصدم الجد عندما يعرف أن لو جين لم يكن شخصا معاقا، بل كان يستطيع أن يسير طوال سنوات مضت. تعانقه تشايونغ وتخبره أنها سعيدة جدا لأنه يستطيع أن يسير، كما أنها ستخبره أنها لن تخبئ عنه أي أمر مستقبلا. يسأله الجد لماذا لم تخبرني بذلك يا ابني؟ يخبره لو جين أنا آسف جدا يا جدي، ولكن كان علي أن أخبئ الأمر عليك ليبدو الأمر حقيقيا كثيرا. كان علي أن أعرف من الشخص الذي تآمر مع الشركة المنافسة. لم أشك أبدا في ابن عمي من البداية، ولكن عندما عرف أنني لا أستطيع السير ظهر على حقيقته. لم يكن هو الوحيد، بل أغلب أفراد العائلة أيضا كانوا متورطين في الأمر. يغضب الجد على ابن عم لو جين ويخبره لماذا تفعل ذلك بأخاك؟ لقد كان يحبك كثيرا. يخبره ابن عمه أنه فعل ذلك بسببه، لأنه دائما ما كان يفضل لو جين عليه. يخبره لو جين ألا يحاول أبدا أن يقحم الجد في الموضوع، لأنه هو الذي كان شريرا منذ البداية. تنصدم شقيقة تشايونغ كثيرا عندما تعرف أن تشايونغ قد تزوجت من لو جين، وهذا الشاب لم يكن معاقا أبدا، بل كان بصحة جيدة وهو وسيم أيضا وينتمي إلى عائلة غنية.
تتراجع عن قرارها عندما تلتقي بتشايونغ وتخبرها أنها الآن تريد أن تتزوج من لوجين وأن مهمتها قد انتهت. تخبرها تشايونغ أن لوجين قد اكتشف الحقيقة مسبقا وأنه موافق على الزواج بها، وتخبرها أنها لن تتخلى عن لوجين أبدا لأنها هي التي في البداية أجبرتها على الزواج منه، كما أنها الآن قد سدت دينها لوالدتها. عندما ترى شقيقة تشايونغ فستان تشايونغ تخبرها هذا الفستان للمصمم المشهور ظهر في المجلة السابقة. أعتقد حقا أن عائلة لو غنية جدا ليشتروا لك مثل هذا الفستان، ولكن لا تنسي أبدا جذورك الفقيرة مهما كنت. وتخبرها أنها كانت مثل الكلب في عائلتها. بعدها تغضب كثيرا. تخبرها تشايونغ أنها قد ردت لهم الدين على الرغم من وقاحتها معها. تغار أخت تشايونغ كثيرا من تشايونغ وكانت تحاول أن تضربها، ولكن لوجين قد تدخل وأمسك بيدها عندما رأته أخت تشايونغ قد وقعت في حبه من أول نظرة، ولكنها لم تكن تعرف أن هذا الشاب الوسيم يكون لوجين، وأخبرته أن يبتعد عن تشايونغ لأنها امرأة متزوجة. وأخبرت تشايونغ أنها لم تكن تدرك أبدا أنها مثل هذا النوع من الفتيات تخرج مع الكثير من الرجال على الرغم من أنها متزوجة. تخبر تشايونغ أنها في الماضي كانت فتاة فقيرة فقط، كان كل ما تفعله هو تصميم الأزياء، حتى أنها لم تقع في حب أي شاب. والآن بعد أن تزوجت بدأت في الخروج مع الرجال. عندما سمع لوجين أن تشايونغ لم تحب أي أحد من قبل شعر أنها فتاة صادقة بالفعل. تطلب أخت تشايونغ من تشايونغ ولوجين أن يغادر المكان فورا لأن هذا المكان ملك لعائلتها. يخبرها لوجين أنه لن يفعل ذلك وأنه قد اشترى هذا المكان. تخبره أن يتوقف عن المزح وأن يغادر فورا. بعدها يأتي مساعد لوجين ويخبره أنا آسف سيد لو لأنني قد تأخرت عليك. تنصدم عندما تدرك شقيقة تشايونغ أنها قد أضاعت فرصة ذهبية للزواج من لوجين، فتخبر نفسها لا أصدق أبدا أن هذا الشاب الوسيم يكون هو نفسه لوجين الذي رفضت أن أتزوج به. ما هذا الحظ السيء؟ علي أن أفعل أي شيء لكي أستعيد هذا الشاب. يطلب المساعد الشخصي من شقيقة تشايونغ أن تغادر هي المكان لأن لوجين قد اشتراه بالفعل، ولكن لوجين يخبره أنه لا يمكنه أن يطرد شقيقة زوجته. تخبر شقيقة تشايونغ نفسها لو أنني لم أرفض هذا الزواج ولم أتسرع في البداية لكنت الآن مكان تشايونغ المغرورة. ونعرف أن شقيقة تشايونغ تكره تشايونغ كثيرا منذ أن كانت طفلة صغيرة وكانت تتنمر عليها بكل السبل. حقا نرى أن شقيقة تشايونغ تحاول أن تغري لوجين وأن تتقرب منه، وفي كل مرة تقترب منه يبعدها لوجين عنه ويخبرها أنه يحب تشايونغ كثيرا وأنه لن ينظر لها مهما فعلت. تشعر شقيقة تشايونغ بغضب شديد فتقرر أن تضع منوما للوجين وأن تجعل تشايونغ ترى الأمر وتفهم لوجين بطريقة خاطئة، وذلك لكي تبتعد عنه وتتزوج هي به. كما أنها ستضع الكثير من المكائد وستقوم باختطاف تشايونغ وتحاول أن تنهي حياتها. هذا سيحدث عندما تكتشف تشايونغ أنها حامل من لوجين وتنفذ وصية الجد بأن ينجبوا وريثا للعائلة حتى تتمكن من البقاء مع لوجين وأن تحل سوء الفهم الذي بينهم. ماذا سيحدث عندما تعود حبيبة لوجين القديمة وتصبح شريكة لأخت تشايونغ بأن يبعدوا تشايونغ عن لوجين؟ أحداث الجزء الثاني شيقة جدا لن تتوقعوها أبدا. شكرا لكم أحبتي على كل التعليقات الرائعة على آخر فيديو، وككل مرة أفضل 5 تعليقات جميلة ستأخذ على أكثر عدد من اللايكات سأضعها في بداية الفيديو القادم إن شاء الله.